ورحمة الله وبركاته. كابتن عبد الكريم، مدرس تدريب الكلاب، برحب بكم بحييكم. النهارده هوريكم الحالات الفنيه او الطريقه الفنيه اللي الكلاب بتقدر تفتش بيها عربيه وتقدر تطلع العربيات المفخخه وتقدر تطلع القنبله من عربيه. الحاجات دي لازم يكون احنا عندنا الوعي الفكري اللي في الكلاب، مش حافظينه وخلاص، لازم نكون فاهمين عشان نبقى عارفين الناس اللي هي بتتعب في المجال الشرطه تبقى عامله ازاي، قد ايه التعب اللي بيحصل وقد ايه المخاطر اللي بتحصل. لازم نكون احنا فاهمين ايه اللي بيحصل والكلب ده بيعرف ولا ما بيعرفش عشان يبقى عندنا ثقافه. تعالى يا احمد، هنخبي قدامكم الكوره اهيت، الكوره هنخبيها في عربيه وبعد كده نجيب الكلب ونشوف ايه الدنيا ماشيه ازاي. مثلا الكوره اهي، تعالى ورينا بنخبي لهم الكوره ازاي. هنحطها مثلا على المساعدين في حته صعبه، او مثلا نحطها اهي على العربيه بالظبط، على العجله بالظبط من جوه، بس مش لاقي حته اركز فيها الكره اهي. ركزت هي كده دلوقتي ورا العجله بالظبط. هو المفروض ان احنا في اماكن معينه بيتحط فيها الكنابل في العربيه، منها تانك البنزين والحاجات دي. هنعرفكم بعدين ايه المخاطر وايه الاماكن اللي بيتحط فيها القنابل عشان تعمل عمليه انفجار مع الاخوه الارهابيين اللي ربنا ياخدهم، اللي هم بيضروا بحكومات كتير قوي. فاحنا اللي احنا بنعمله دوت عشان حضراتكم تبقوا عندكم فكره وثقافه وفاهمين اللي بيحصل بالظبط. طبعا مفيش حد بيعمل كده، بس انا مهمتي ان افهم الناس كلها. هنروح نجيب الكلب ونبتدي نشوف ايه الموضوع. هات يا احمد. بطل لعب، اجري اقف لي ورا العربيه عشان ايه. دي معانا كوره هنبتدي نشتغل بيها ايه، على اساس ان احنا حذفناها ورا العربيه. تعالى يا احمد ورايا، خليك انت هنا، امشي ورايا بالتفتيش ورا واحده. بصوا ادي الكوره اهي وادي الكلب، هنحذفها ورا الايه، العربيه، تحت العربيه. مش دي الكوره اللي هيجيبها، الكوره الثانيه اللي هيجيبها بيضه اهي، بس احنا عشان نحافظ الكلب ماشي. هنبتدي نقول له خدتها، هنبتدي نقول له بقى فتش. شايفين داخل بحماس ازاي؟ هو بيدور على الكوره، بس احنا بنحط بعد كده الريحه بتاعت الايه. تعالى ورايا، تعالى فتش فتش. شايفين الكلب بيفتش ازاي؟ الجسم مفيش عنده مشكله. فتش 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 فتش. هو بدأ يلاقي الريحه طبعا، بس هو ايه، العجله ورا. تعالى 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 فتش. جود بوي. شايفين الكلب بيفتش ازاي؟ ها شوفوا، هتلاقي ملامح تتغير عليه. فتش، ها فتش فتش. تعالى تعالى عشان مكان الكرة. فتش. هنا بقى مكان الكرة اللي احنا قلنا عليها اهو. بصوا بدأ الريحة، بصوا شوفوا التغيرات اللي على الجسم. هو لقى الريحة، شاف الريحة، لقط الريحة. بص هيقعد يحدد مكان لغاية ما يجيبها. برافو، جود بوي، جود بوي سيزر، جود بوي، جود بوي، جود بوي. طبعا هو مش عايز يسيب المكان ده لان هو لقى الريحه. جود بوي، شافها وجابها. جود بوي، ناس دول جود بوي. جود بوي. دي اللي بتقوم مكان القنبله الاصليه. الطريقه اللي احنا بنعمل بيها احلال ما بين الكوره والقنبله دي مرحله تانية، اللي انتوا لو تابعتونا هتعرفوا ازاي الكلاب بتجيب المخدرات والمفرقعات وكل حاجه فيها تفتيش. انا بنقول ان احنا عايزين ثقافه فنيه، نبقى احنا عارفين ايه اللي بيحصل في مجال الكلاب، نبقاش حافظين مش في فيديوهات وخلاص نتفرج على اي حاجه كده يبقى دوت واو. لا، اللي عايز يعرف الشعب او الناس يعرفهم ايه الصحيح عشان يبقى عندنا وعي في مجال الكلاب، مش حافظينه وخلاص. اي كلام في اي كلام ما فيهوش فهم الاله الميكانيكيه بتاعت التفتيش بتاعت الكلاب او الكلاب الصحيحه اللي المفروض نقتنيها، يبقى لازم يكون عندنا وعي. مدرسه كابتن عبد الكريم لتدريب الكلاب.